مساء الفل عليكم. خلينا النهاردة نتكلم على شوية قواعد ممكن تنفعنا في العلاقات الإنسانية. أول قاعدة الاهتمام ده أول خطوة في نجاح أي علاقة. تو ماتش اهتمام، وزع اهتمام بلا هدف. الاهتمام بكل حاجة يا عزيزي، الاهتمام بالتفاصيل وبالحزن، التواريخ المميزة، الاهتمام كمان براحة الشخص اللي قدامك. كل حاجة اديها اهتمام، العلاقة هتنجح على طول. اه والله زي ما بقولك كده. القاعدة التانية الاحترام، وزع نفس الكمية من الاحترام زي اللي وزعتها بالظبط في الاهتمام. احترمه في غيابه قبل حضوره، احترم حزنه واحترم أهله واحترم علاقاته واحترم كمان مساحته الشخصية. احترمه في الكلام وفي الأفعال. تو ماتش برضك احترام، ما تعدش. وده هيودينا لتالت قاعدة وهي التقبل. شفت الشخص عاجبك، شفت عيوبه وقبلتها، خلاص اسكت بقى. طالما قبلت عيوبه ومش عندك مشكلة معاها، يبقى خلاص تحبها وتحببه فيها، أو تنساها وأنت مش زعلان وأنت راضي ومبسوط عادي خالص. لو حاسس إن أنت متأزم، يبقى الشخص ده مش هو اللي يناسبك. آه والله اسمع مني، مش محتاج تعصر على نفسك ليمونة وتتحمل حاجة أنت مش متقبلها. بس لحظة التقبل ديت بتكون في الحاجات الطبيعية، يعني شخص عصبي شوية، شخص هادي شوية لدرجة اللي هو ما بيتكلمش، حاجات معقولة يعني. لكن بقى الحاجات اللي ما بتبقاش معقولة، يعني شخص بخيل حبتين، يا إما تتقبله وتغيره واحدة واحدة، لا إما تسيبه وتشوف غيره. إلا بقى لو حضرتك بتحب البخل عادي، عشان العلاقة ديت عمرها ما هتكون سوية. ليه بقى؟ لأنك هتعيش طول عمرك تطلب منه حاجات. لا لا لا، مش بتطلب، ده أنت بتشحت منه ومش بتطلب. أكبر المشاكل اللي بتحصل بسبب صعوبة التقبل. ممكن تكون الصفة ديت مش البخل، ممكن تكون إيده طويلة حبتين وبيضرب. فما تجيش بقى تقول لي ده إنسان طيب بس أنا اللي بعصبه، عشان ما فيش إنسان محترم وسوي بيعمل كده. وده هيودينا الرابع قاعدة وهي الاكتفاء. الحياة كلها اختيارات جذابة لدرجة تحيرك، اللي هو استنى كمان شوية يمكن في حاجة أحلى، ولو فضلت كده مستحيل تاخد حاجة خالص، علشان ما فيش حد بياخد كل حاجة لوحده. حتى في العلاقات عندك، أنا مثلا كنت قربت أحط في مواصفات الشخص اللي أنا عايزه إن هو بيطير، لحد ما فقت. أنا بوعيك بس، علشان مفيش حد بيطير ولا في حد فيه كل حاجة، بس بتبقى فيه مواصفات أساسية لو لقيتهم في الشخص اللي قدامك يبقى هو ده وانت مغمض عينك. وما تحيرش نفسك يا صاحبي، لأن الشيطان بيحب يلعب معانا في النقطة ديت بالذات. هيقولك في حاجات حلوة جاية في السكة، اوعى تسمع كلامه، ماشي؟ أما بقى آخر قاعدة هي التعبير. خلي في مساحة آمنة ما بينك وما بين اللي قدامك، تقدر تعبر فيها عن كل حاجة من غير ما الطرف التاني ياخدها حرب عليه. عبر عن احتياجاتك وعبر عن حبك، عشان ده بيقوي العلاقة وبيعمل بينكم لغة حوار، والتفاهم بيزيد مع الوقت. يلا سلام.